إنه أشهر الأسود على وجه الأرض ملك كينيا، ذو الندبة التي كانت دليلا على شجاعته وقوته وبسالته. إنه سكارفيس، الأسد الذي حكم محمية ماساي مارا بكينيا لأعوام طويلة، أكثر من 400 كيلومتر مربع وأكثر من 900 أسد، جميعهم كانوا طوعا تحت الملك الوحيد هناك. ولد سكارفيس عام 2007 وبدأت قوته تظهر وهو بعمر الرابعة. هو وإخوته كانوا يشحون الأرض شيحا، حتى أصيب عام 2011 في عينه اليسرى وهو يبني عرينه مع إخوته، لتبدأ الأساطير حوله يتداولها الجميع وكأنه بطلا من الخيال، مثل أنه حارب 130 أسدا وهزمهم جميعا، وقتل ما يزيد عن 400 ضبع، وأرهب التماسيح وجعلها تهرب من منطقته، أو أنه قتل فرس نهر وهو بعمر الثالثة. وكانت أشهر الأساطير حوله هي معركة برايد أوف ذا برايد، التي حارب فيها مع إخوته 6 أسود، قتل منهم بمفرده أسدين، والباقي قام إخوته بأكلهم، وهما هانتر وسيكيو وموراني، والذين لقبوا بالفرسان ال4 وأرهبوا كامل محمية مارا. ومن ثم المعركة التي تداولها الجميع عنها ولا يعرف هل هي حقيقية أم محض خيال، وتقول أنه في عام 2011 اشتبك مع أسد أصغر منه ب3 سنوات، ولكنه يكبره في الوزن مرة ونصف، اسمه جرابي. توقع الجميع أن جرابي سوف يستولي على المملكة ولن يستطيع سكار وإخوته هزيمته، ولكن خابت كل الظنون وانتصر سكار في المعركة، ولكنه خسر جزءا من قدمه، واحتفظ برأس جرابي أسبوعين قبل رميه، مثل أساطير ملوك البشر. إلا أنه وبوحشية هذه وخوف كل الحيوانات منه، كان الجميع يتفاجأ بحبه للأشبال الصغيرة حتى الغريبة عنه، فقد كان يتحول كشبل صغير ويظل يلعب معها لساعات وساعات. حصل سكارفيس على اسمه عام 2012 حينما تم رصده في المعركة التي فقد فيها جزءا من قدمه، وبسبب ندبته تمت تسميته بهذا الاسم، والذي يعني صاحب ندبة الوجه. وبالرغم من أن سكار فقد جزءا من قدمه وجعله هذا أسدا أعرج، إلا أنه ظل يحكم ل8 سنوات تلت هذه المعركة، حتى اعتزل عام 2020 قبل وفاته بعام بسبب مرضه، وأصبح إخوته وأبنائه يساعدوه في جلب الطعام له. ل9 سنوات حكم سكارفيس محمية مارا، في حين أن كانت أطول مدة حكم لأسد هي 3 سنوات، ليكون سكار هو صاحب أطول مدة حكم في تاريخ الأسود على الإطلاق. وفي 11 مساء يوم 11 يونيو عام 2021 سمع الجميع زئير أسود مفزع، وحينما داهم بعض الأشخاص المكان وجدوا إخوة سكار بجانبه بعد أن فارق الحياة وكأنهم يبكون عليه، ليودع ملك محمية مارا وملك كينيا الحياة، بعد أن خلق أسطورة لن تنساها كينيا ولا العالم، ويضع اسمه كأشهر أسد عرفه البشر واحترموه.